أعظم حرب في تاريخ الأساطير الغربية كلها. تخيل معايا، مليون راجل، 1000 سفينة، 10 سنين حصار، كل ده بسبب ست واحدة قالوا عليها إنها عندها أجمل وش في التاريخ. بعد 3000 سنة بالظبط يجي مخرج اسمه كريستوفر نولان، عنده شغل هندسي في السرد محدش بيعرف يعمل زيه، يقعد يختار ممثلة لدور هيلين ويختارها من غير ما تشبه الصورة اللي كل واحد فينا راسمها في دماغه ليها. الدنيا قامت ولسه ما قعدتش، الناس قالت إن نولان ضيع الأسطورة. بس ماذا لو قلت لك إن اللي ضاع مش الأسطورة بس، اللي ضاع هو إحنا. خليك معايا. Promise me you will come back. What if I can't? قبل ما نتكلم عن نولان هنسأل سؤال يصدم ناس كتير. مين قال ان هيلين كان شكلها كده؟ احنا كبرنا على صورة معينة، شعر ذهبي، بشرة بيضة، عيون فاتحة، صورة رسمها فنانين اوروبيين من كام قرن، وبعدين السينما جت كررتها في كل فيلم وفي كل بوستر. بس فكر معايا ثانية واحدة بس، يعني الوصف ده كله احنا اللي حطيناه كبشر. كل جيل كان بياخد الجملة دي، أجمل امرأة في العالم، ويخليها على شكل العصر بتاعه. الرومان لبسوها شكلهم، عصر النهضة لبسها شكلهم، والسينما في القرن العشرين جت ولبستها شكلها. يعني احنا مش بندافع عن هيلين، احنا بندافع عن مرايتنا احنا، عن الصورة النمطية اللي احنا حطيناها، وبعدين نسينا ان احنا اللي عملنا ده في دماغنا، وبقينا نتعامل معاها كأنها حقيقة مسلم بيها. خليني اقولك على حاجة ممكن تضايقك، الجمال مش قانون طبيعي، مش زي الجاذبية، مش حاجة موجودة بره دماغنا. الجمال نسبي، الجمال اتفاق بشري بيتغير مكان ما بيروح، وبيتغير كل ما الزمن يعدي. في مصر القديمة كان بيحبوا الجسم الممتلئ لأنه بيدل على الرخاء والخصوبة. في أوروبا في عصور معينة البشرة البيضاء الشحبة كانت رمز للرقي، لأن معناها إنك ما بتشتغلش تحت الشمس. أما في أفريقيا وفي أجزاء من آسيا كان السمار والامتلاء علامة من علامات الجمال الواضحة. أما في العصر الحالي المعيار بيتغير كل يوم. يعني إيه ده كله برضه؟ يعني اللي إحنا بنسميه طبيعي مش طبيعي خالص. هي مجرد فكرة اتقالت مرة وبعدين اتكررت وبعدين اتكررت تاني لحد ما بقينا نصدقها من غير ما نسأل مين اللي قالها الاول. فيلسوف زي ميشيل فوكو قضى عمره كله بيقول حاجه شبه كده، ان الحاجات اللي احنا شايفينها بديهيه او طبيعيه في الحقيقه هي نتاج سلطه وثقافه وتكرار، مش حقيقه ثابته. يعني لما تسمع حد بيقول ده مش شكل هيلين، اساله سؤال بسيط، وانت عرفت شكل هيلين ازاي اصلا؟ في الاغلب هيسكت لانه مش عارف، هو بس واثق. وده اخطر حاجه في الدنيا، انسان واثق من حاجه ما يعرفهاش ولا شافها لكنه سمعها 1000 مره. كل واحد سمع الحكايه فاكر ان الحرب قامت عشان واحده حلوه، بس لو رجعت للنص نفسه، للاسطوره الاصليه، هتلاقي الصوره اعقد من كده بكتير. الحرب قامت بسبب الشرف الملكي المهان، قامت بسبب تحالفات بين ملوك كل واحد فيهم كان لازم يحارب عشان يمين قطعه زمان على نفسه، قامت بسبب الكبرياء وبسبب الطمع في مدينة غنية، مدينة طروادة، على أهم طرق التجارة في وقتها، على السلطة والمجد. هيلين كانت مجرد الاسم اللي اتحط على الحرب، الغلاف، الذريعة اللي أسهل على الملوك تقولها للناس العادية. لأنك لو قلت الجيش عادي روحوا موتوا عشان خاطر ملك وسلطة هتبقى صعبة شوية، لكن لو رحت قلت لهم روحوا حاربوا عشان أجمل امرأة في العالم اتخطفت، هيروحوا. دي قصة الناس هتصدقها وتتحمس ليها. وده مش بس حصل في طروادة، ده بيحصل لحد يومنا هذا. كم حرب في التاريخ الحديث اتقال عنها انها بسبب حاجة بسيطة، وكانت في الأساس حرب نفوذ أو أرض أو نفط. كم خلاف شخصي بينك وبين حد كان ظاهره حاجة بسيطة وتافهة، وجواه كانت الحقيقة من كرامة أو خوف أو أيا كان السبب الغير معلن. القصة البسيطة دايما بتبقى غطا لحاجة أعقد. هيلين علمتنا الدرس ده من 3000 سنة واحنا لسه بنقع فيه. تخيل معايا سيناريو تاني، لو نولان قعد فتح جوجل وكتب أجمل ممثلة في العالم واختارها لدور هيلين، كان كل واحد يتفرج على الفيلم هيشوفه عادي ويقول جملة واحدة بس، طبعا هي دي هيلين، وخلاص كده تنتهي القصة عند الجملة دي. محدش كان هيفكر ثانية زيادة. المخ بيرتاح لما يشوف حاجة متوقعة، لكن لما نولان كسر الصورة اللي في دماغ الناس حصلت حاجة مختلفة تماما. الناس اتخنقت، بس لأول مرة من زمان الناس سألت سؤال حقيقي، طب يعني ايه أصلا جمال؟ وده بصراحة أثمن شيء ممكن يعمله عمل فني ليك. الفن الحقيقي مش وظيفته إنه يأكد لك اللي أنت مقتنع بيه من الأول، وظيفته إنه يهزك، يكسر الصورة النمطية اللي في دماغك، يخليك تقف وتسأل. وهنا بيجي الجزء اللي يمكن محدش فكر فيه. يمكن نولان ما كانش بيدافع عن تمثيل عرق معين، ويمكن ما عملش تنويع عشان يرضي حد أو أجندة معينة، يمكن حتى ما كانش بيجامل نقاد ولا جوائز، ويمكن الحقيقة إنه بيعمل تجربة شخصية عليك أنت. فكرة الفيلم مش بس اللي هتشوفه على الشاشة، أحيانا الفيلم بيبدأ قبل ما تخش السينما بأسبوع، من أول لحظة شفت فيها الكاستنج بتاع الفيلم وحكمت عليه. نولان شبك بتحكم قبل ما تشوف الفيلم اصلا، قبل ما تعرف القصه، قبل ما تسمع حوار واحد، قبل حتى ما تفهم رؤيته. انت خدت قرارك، وده للاسف بيوصفنا كلنا كبشر في الاغلب. احنا بنحب نحكم بسرعه. الحكم السريع بيدينا احساس بالامان، احساس ان احنا فاهمين الدنيا يعني وماسكين الخيط. بس الحكم السريع هو اكبر عدو للفهم الحقيقي. يمكن تكون فعلا مش عاجبك اختيارات نولان، وده طبعا حقك الكامل، محدش يقدر يقول لك
لك حب او اكره. السؤال الحقيقي مش هل عجبك الاختيار ولا لا، السؤال الحقيقي هل كرهت الاختيار ده بعد ما فهمته، ولا كرهته قبل حتى ما تفهمه او قبل ما تشوف الفيلم. لان الفرق بين المتفرج والمفكر مش مجرد ذكاء ولا ثقافه ولا شويه تعليم. المتفرج بيدور على اجابه تريحه وتخلص الموضوع بسرعه، والمفكر بيدور على سؤال يفضل عايش معاه. وخليني اسيبك مع سؤال اخير، كم فكره في حياتك انت نفسك متاكد منها بنسبه 100% وشايفها حقيقه ثابته زي الشمس، وهي في الاصل مجرد صوره زرعها حد في دماغك من سنين وانت نسيت اصلا انها موجوده؟ فكر فيها وبقول لي رايك.